السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في مطبخ أم عبد الرحمن. نتمنى أنه لا فيديو تاع نهار اليوم يلقاكم بخير. اليوم راح نحضروا مع بعض ميني كيش بعجينة رائعة مقرمشة، حشو ولا أروع، يجيو مشمخين وأيضا يعني حشو ما يجيش ناشف. يلا تبعوا معي الوصفة للأخير باش تتعرفوا على طريقة تحضيرهم وتحضروهم وتفرحوا بهم العيلة. وإلا كنتوا أول مرة تشاهدوا قناتي نقولكم مرحبا بكم غالياتي. فضلا منكم وليس أمرا خليوا لي جام أسفل الفيديو. وأول حاجة نبداو بها قبل ما نبداو وصفتنا تاعنا اليوم هي الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة راح نبداو بها في وصفتنا تاعنا اليوم راح نبداو بعجينة ليكيش اللي نحتاجو فيها 2 كيسان فرينة. الكاس اللي استعملته 220 مليلتر. راح نزيد نضيف هنا 2 مغارف كبار زيت. نضيف أيضا حوالي نص مغرفة صغيرة ملح، وأيضا نص مغرفة صغيرة من خميرة الحلويات. راح نزيدو نضيفو هنا 2 مغارف كبار مارغرين، تكون يعني مارغرين طرية هكذا، يعني باش تسهل عليكم الخدمة. رايحين هنا ندخلو المارغرين تاعنا مليح في الفرينة ونبسو هذيك الفرينة. بالنسبة يعني المارغرين حوالي 125 غرام. ندخلو هذيك الفرينة او ندخلو المارغرين تاعنا والزيت مليح في الفرينة، وبعد هذا رايحين نضيفو في الاخير حبة بيض. نكملو نزيدو ندخلو البيضة تاعنا في الفرينة ونجيبو هنا يعني شوية من الماء، يعني الماء ما تكثروش البنات، حوالي 2 مغارف حتى 3 ماء، ونبلو العجينة تاعنا. نحاولوا يعني نلموا العجينة مليح حتى نتحصلوا يعني العجينة تكون طرية. هنا في الاخير راح نعطيلكم يعني كمية الماء اللي استعملتها، كما قلت لكم حوالي 2 مغارف ولا 3 فقط. هنا بعد ما تحصلت على هذا القوام، هنا رايحين يعني نحطوا العجينة تاعنا في كيس بلاستيكي ونخليوها تريح مدة 30 دقيقة، ونروحوا نحضروا الحشو. الحشو نحتاجو فيه حبة بصل متوسطة اللي كنت قطعتها الى قطع صغيرة، راح نزيد نضيف لها 2 مغارف كبار زيت. نقليو البصلة تاعنا شوي حتى تذبل. بعد ما تبدا البصلة تاعنا تذبل، في هذا الوقت نجيبو حوالي 4 صدر دجاج اللي كنت رحيته، نضيفوه للبصلة ونزيدو نقليو يعني الدجاج تاعنا مع البصلة. نحاولوا يعني نحلو هذاك الدجاج هكذا، نحاولوا يعني نفتتوه مليح، نقليوه شوي. وبعد هذا رايحين نضيفوا التوابل. رايحين نضيفوا اول حاجه الملح، نضيفوا ايضا شويه فلفل كحل، ونضيف شويه ثوم بودر. نخلطوا هنا الدجاج تاعنا مع التوابل ونخليوه يزيد يكمل يعني يتقلى مليح. بعد ما تقلى لنا الدجاج في الاخير رايحين نزيدو نضيفوا كميه من الزيتون الاخضر اللي كنت يعني حطيته في الماء وتخلصت من هذاك الملح الزايد كامل وقطعته الى دوائر. نضيفوا الزيتون تاعنا للدجاج، نخلطوه مليح، وبعد هذا رايحين نطفيو على الحشو تاعنا ونخليوه بجهه يبرد، ونروحوا يعني نشوفوا عجينه ليكيش اللي كانت يعني ارتاحت. في هذا الوقت رايحين نجيو يعني نبداو نشكلوا لي ميني كيش تاعنا. ندي هنا كميه من العجينه ونجيبوا لي مول تاعنا اللي كنا دهناهم بشويه زيت، ونحاولوا يعني نشكلوا لي ميني كيش تاعنا بالطريقه هذه. يعني احسن كي تطرحوا العجينه وتقطعوها دوائر، راحين يعني يقعدوا لكم هذوك الزوائد، والزوائد هذوك تاع العجينه يعني من بعد كي تجيو تشكلوهم راحين يتعبوكم، ويعني ما ينطرحوش معكم. هكذا احسن طريقه هذه احسن. نحاول يعني نضغط على الحواف هكذا تاع المول باش يعني العجينه تاعنا تاخذ لنا شكل المول. بنفس الطريقه راح نزيد نكمل نشكل معكم حبه ثانيه هكذا. نطرحوا العجينه تاعنا ونحاولوا يعني نمشيوها مليح في المول الطريقه هذه، ونحيو يعني الزوائد هذوك تاع العجينه.
وبعد هذا يعني راح نحطوهم في البلاطو، راح ندخلوا لي كيش تاعنا يعني للفرن، نطيبوهم نص طياب فقط، يعني ما نطيبوهمش مليح. هنا بعد ما كملت شكلت ليمول تاعي، راح نجيب هنا كيردون، نحاول يعني ندير ثقوب هكذا في العجينه تاعنا، باش من بعد يعني كي ندخلوها للفرن ما تتنفخش. نروحو هنا نحضروا الكريمه تاعنا تاع لي كيش اللي نحتاجو فيها. حوالي كاس من الكريمه السائله، راح نزيد نضيف له ايضا حبه بيض، ونضيف له رشه صغيره من الفلفل الكحل، وايضا شويه ملح، وراح نضيفوا كميه من الجبن المبشور. بالنسبه يعني هنا للفرماج يعني تقدروا تستعملوا جبن مبشور، كما تقدروا ايضا يعني تستعملوا فرماج طري او فرماج مثلثات. نخلطوا هنا الكريمه تاعنا مليح ونحطوها بجهه. في هذا الوقت يعني كانوا لي ميني كيش تاعنا طابوا كما قلنا نص طياب. نجيبوا الحشو تاعنا وراحين يعني نعمروا لي كيش تاعنا بالحشو هذا، راح نعمروا الليمون تاعنا كامل. راح نزيدو نضيفو في الاخير كميه من الكريمه فوق الحشو هذا، ونزيدو نرجعوا لي كيش تاعنا للفرن يكملوا طيابهم ويحمروا وياخذوا لنا يعني اللون اللي نحوسوا عليه ونجبدوهم. نحاول نعمر لي ميني كيش تاعي مليح بالكريمه باش يعني الحشو تاعنا ما يجيناش ناشف ويجي مشمخ. وهذه هي وصفة لي ميني كيش اللي كنا حضرناهم اليوم مع بعض بعجينة بزاف هايلة، يعني تجي مقرمشة، حشو ايضا يجي طري ويجي مشمخ وما يجيكمش ناشف. وصفة بزاف هايلة راح تفرحوا بها العائلة تاعكم، يعني تجوزوا بهم شربة هكذا، يعني نبدلوا من البوراك. راح نقسم معكم حبة من لي كيش ونعت لكم لي كيش تاعنا كيفاه جاو بزاف يعني بنان. جربوهم البنات، وصفة ولا اروع. وإلا جربتوهم ما تنسوش رجعوا لنا فيديو وكتبوا لي في التعليقات واعطوني رايكم فيهم. ايضا بلا ما تنسوا الى لحقتوا لهذا المقطع من الفيديو خليوا لي جيم اسفل الفيديو. في الاخير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، الى الملتقى مع وصفة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله.